بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. السلام عليكم. اهلا، ازيك يا اشرف؟ ازيك يا نشأت؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ايه، رايح شغلك اوصلك في السكه؟ لا، ما هو اصل انا سبت الشغل. ليه كده يا اشرف؟ زي ما تقول كده، بس عشان موضوع الدقن والحاجات دي. يا عم احلقها بقى وروح نفسك مع القلب ده. ان شاء الله ان شاء الله. متشكر جدا يا نشأت، متشكر. السلام عليكم. حسبي الله ونعم الوكيل. ايوه اتفضل. معاكم فين؟ اتفضل معاك. فين؟ اتفضل. طب هغير هدوم. ازيك يا شيخ اشرف؟ عامل ايه؟ مبسوط؟ هو انا ايه اللي جابني هنا؟ انا فين اصلا؟ عمايلك السودة هي اللي جابتك هنا. عمايل ايه؟ انا ما بعملش حاجه خالص. انت بتدخن؟ لا، أنا الحمد لله ما بدخنش. طب خد اشرب السيجاره دي. ما انا بقول لحضرتك ما بدخنش. بقول لك اشرب السيجاره دي. حاضر. ايه يا شيخ اشرف؟ انت ما بتدخنش ولا ايه؟ انا عمري ما شربت سجاره في حياتي. طب قول لي بقى، انت تعرف مسجد الرحمه؟ ايوه، ما هو ده الجامع اللي انا بصلي فيه. طب وش معنى الجامع ده؟ ما في جامع تاني جنب البيت؟ لا، اللي جنب البيت دي زاويه صغيره، لكن انا بحب اصلي في الجامع الكبير. طب اشرب السيجاره يا اشرف. يبقى اكيد بقى تعرف الشيخ فؤاد؟ ايوه، الشيخ فؤاد ده اللي بيدينا دروس في الجامع. احنا شباب زي بعض، وانا لازم افهمك واوعيك. الناس اللي انت ماشي وراها دي هتودي البلد في داهيه. افهم بقى. تودي البلد في داهيه ازاي بس؟ احنا كل اللي بنعمله بنقعد ناخد دروس في الدين وبنصلي. حد قالك ما تصليش؟ صلي في اي حته تعجبك. انت هتركبنا سيئات ولا ايه؟ بس مش في الجامع. الجامع ده يعني مشايخ، دروس، افكار، مش كده ولا ايه؟ واحنا بصراحه بقى مش عايزين الشباب اللي زيك يبقى عندها الافكار دي. افكار يا باشا؟ احنا ما عندناش افكار خالص. انا بقول لحضرتك احنا بنصلي وبنقعد نقرا شويه في كتب الدين. طب ودي مش افكار؟ بص يا اشرف، احنا المره دي قرصنا لك ودنك بس انا اوعدك المره الجايه هنقرص لك ودنك برضه، بس لحد ما تطلع في ايدينا. بمجرد ما تخلص السيجاره دي هتكون روحت. بس بأسك علينا بقى.
لقد طلبت من الحكومة التقدم باستقالتها اليوم. الو. يا نشا. ايه؟ لا انا كنت نايم. مظاهرات ايه؟ انت عايز انزل معاك يعني؟ لا مظاهرات ايه يا عم؟ من غير مظاهرات وقاعد في البيت. انا هنزل مظاهرات ايه؟ ابيع الشقة؟ لا مش هنزل. انا مش هنزل. وأقول بكل الصدق وبصرف النظر عن الظرف الراهن أني لم أكن أنتوي الترشح لفترة رئاسية جديدة. إن حسني مبارك الذي يتحدث إليكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها. قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان.